بيبدأ الفيلم مع عربية ماشية على طريق ضلمة في الشتاء، بيكون بيشغل موسيقى هادية ومستمتع جدا بالطريق. في نفس الطريق بيكون في عربية عطلانة وغارزة في التلج، بتكون دي عربية جويون، واللي بتكلم جوزها سويون وبتقوله انها كانت بتزور الأطفال في دار الأيتام، بتقوله انها بتفكر تتبنى طفلة منهم. بيجيلها الراجل اللي كان في عربيته وبيسألها لو محتاجة مساعدة، هي بتقوله انها طلبت عربية تسحبها وزمانهم جايين في الطريق، وسويون بيقول لها تقفل العربية على نفسها وانه هيروح للبيت قبلها علشان يجهز لعيد ميلادها ويحتفلوا سوا. هي بتقوله انها عامله له مفاجأة وعندها خبر حلو، وبتلاقي الراجل بيقول لها ان عربيتها صعب تتحرك ولازم تستنى عربية السحب فعلا. وبعدها بشوية جويون بتلاحظ ان الراجل لسه ما اتحركش بعربيته، فجأة بتلاقيه قدامها وبيكسر ازاز العربية وبيفضل يضربها على دماغها بالشاكوش لحد ما بيغمى عليها، وبياخدها البيت وبيلفها باكياس وبيكتف ايدها وبيربطها بسلسلة حديد وبيجهز السكاكين بتاعته علشان يقطع جسمها. وجويون بتترجاه وبتقول له يسيبها عايشة لانها حامل، لكن هو ما بيهتمش وبيموتها. بيفضل يقطع في جسمها بالسكاكين، لما بيقطع دراعها الدبلة بتاعتها بتقع وبتفضل في فتحات المية، وبعدها بينظف المكان وبيبان انه متعود على القتل وبيستمتع بيه. بياخد اجزاء جسمها المتقطعة وبيرميها في حتت بعيد عن بعض، لحد ما طفل صغير بيلاقي كيس اسود، ولما بيفتحه بيلاقي فيه ودان، وعلشان كده بيبلغوا الشرطة، واللي بيكونوا بيدوروا برضه في اختفاء جويون لحد ما بيلاقوا راس مقطوعة مرمية في المية وبتكون دي راسها. بيقدروا يتعرفوا عليها وبيعرفوا انها ماتت. بيبلغوا جوزها سويون، واللي بيتصدم لما بيعرف لانه كان بيحبها جدا، وبيروح لحماه اللي كان بيشتغل مفتش مباحث ودلوقتي على المعاش، بيقول له انه فضل عمره كله يحمي ناس كتير وفي الاخر ما قدرش يحمي بنته. وبيقرر سويون انه ينتقم لمراته، وبياخد اجازه من شغل لمده اسبوعين، وبيقدر يجيب كبسوله فيها جهاز تحديد موقع وميكروفون من واحد شرطي صاحبه، وبيقدر يعرف الاربع مجرمين المشتبه فيهم في قضيه قتل مراته، وبيعرف عنهم كل حاجه، وبيقرر يوصل لهم قبل ما الشرطة توصل لهم. وبيعرف مكان اول واحد وبيروح له وبيضربه وبيكتفه وبيسأله عن جريمة القتل اللي حصلت، وبيطلع ما يعرفش عنها اي حاجة. وسويون بيفضل يضربه ويعذبه لحد ما بيخليه يتصل بالشرطة ويعترف بكل الجرائم اللي ارتكبها علشان يتقبض عليه، وده لانه اصلا مجرم ومشتبه فيه في جرائم قتل قبل كده. وبيروح سويون للمجرم التاني واللي بيشتغل دليفري وبيخبطه بالعربية، بيفضل يضربه وبيطلع هو كمان ما يعرفش حاجة عن الحادثة، علشان كده بيدور على المجرم التالت اللي اسمه جيو، واللي بيكون ماشي بعربيته في الطريق وبيلاقي بنت واقفه لوحدها ومستنيه اي تاكسي، وبيعرض عليها انه يوصلها وبيقول لها ان مفيش اي تاكسيات هتعدي من هنا وان المنطقه دي مش امان، علشان كده بتركب معاه. بيكون مجهز كل اسلحته في العربيه وبيضربها على راسها وبياخدها للبيت، وبيفضل برضه يقطع في جسمها وبينظف المكان زي ما هو متعود، وبيفضل يعزف على الجيتار. وبيكون قتل البنات هي المتعه الوحيده اللي في حياته. في اليوم اللي بعده بيكون سويون قدر يوصل لاهل المجرم جيو، بيسألهم عن بيته وبيقولهم انه مبعوث من شركة التأمين، وابوه وامه بيقولوا له انه سايبهم من سنين طويلة وما يعرفوش عنه حاجة. بيقولوا له انه ابنه هو الوحيد اللي عارف مكان بيته. سويون بيعرف منه العنوان وبيروح له للبيت، بيكون المجرم جيو مش موجود، وبيفضل سويون يدور على اي دليل علشان يتأكد ان هو اللي قتل مراته. بيلاقي ان الادراج فيها شنط وجزم وحاجات تخص بنات. بيلاحظ ان البيت فيه باب تاني مقفول، ولما بيدخل بيلاقي دبلة مراته واقعة على الارض، وبيلاقي ان المكان مليان دم وسكاكين، وبيعرف ان هو ده المجرم اللي قتل مراته. وبيكون جيو اللي بيشتغل سواق في مدرسة وبيوصل البنات للبيت، يبقى معاه بنت واحدة واللي بيكون بيتها بعيد، وبتنام في العربية من كتر التعب، علشان كده المجرم جيو بياخدها للبيت وبيكتفها، وقبل ما يقطع جسمها بيسمع حد وراه، وبيكون ده سويون. جيو بيفتكر انه واحد من الشرطة، ويكون المجرم جيو عايز يموته، بس سويون بيضربه وبيخنقه بكيس وبيضرب راسه في صخرة، وقبل ما يموته بيفتكر انه لازم يعذبه الاول، علشان كده بيخليه يبلع الكبسولة اللي فيها تحديد موقع وميكروفون، بيكسر له ايده وبيسيب له فلوس علشان يعالج نفسه بيها، عشان كل ما يبقى كويس يرجع ويعذبه تاني. وبيطلع المجرم جيو على الطريق وبيفضل يوقف في العربيات لحد ما بيقف له تاكسي، وبيقول له انه محظوظ انه وقف له، وبيقول له انه هيوصل الراكب اللي معاه الاول. وجيو بيلاحظ ان هما الاتنين بيتصرفوا بطريقة غريبة، وبيكونوا الاتنين دول اصلا مجرمين زيه. قبل ما يموتوه بيضربهم بالسكينة اللي
معاه كذا طعنة لحد ما بيقدر يموتهم هما الاتنين. بينزل جيو من العربية وبيفتح الشنطة وبيلاقي فيها جثة واحد هما مموتينه، بيلاقي شنطة تانية فيها هدوم وبياخدها. بيروح لعيادة وبيقول لهم انه كان بيلعب كورة ووقع وايده اتكسرت، علشان كده الدكتور بيجبس له ايده. يكون المجرم جيو مش طايق الدكتور وبيفكر انه يقتله. في الوقت ده بتدخل المساعدة بتاعته وجيو بيشوفها وبيسألها عن سنها وبتقول له انها عندها 22 سنة. بياخد منها الروشتة بتاعته وبيرميها وبيخرج، وبتقوم البنت تدخل للمخزن وبتلاقي المجرم جيو موجود وبيقفل الباب عليهم. وبيكون سويون قادر يسمع كل كلامه وبيعرف انه حابس بنت تانية وعايز يموتها، علشان كده بيقدر يروح له قبل ما يقتل البنت. جيو بيعوره في ايده بالمشرط. سويون بيضربه وبيقول له انهم لسه في البداية، وبياخد منه المشرط وبيقطع له اوتار رجله من ورا، وبيخلي الدكتور يربطها له علشان يفضل يتألم. وبيفوق المجرم جيو وبيلاقي نفسه في عربية على الطريق، وبيقرر يروح لصاحبه اللي بيكون مجرم زيه. بيكون هو كمان بيقتل البنات، بس بيقتلهم علشان ياكل لحمهم لانه بيحب طعمه جدا. وبيقول له ان لحم البشر قرب يجننه لانه بيعيط في كل الاوقات حتى لما بيكون متوتر. جيو بيقول له انه هيفضل عنده في البيت كام يوم، وصاحبه بيوافق وبيقول له يقدر ينام في اي اوضه. بيقول له ان هو هيقوم علشان يحضر وجبته الجايه. وبيكون سويون سامعهم وبيعرف انهم هيقتلوا حد جديد، عشان كده بيقرر يروح لهم البيت اللي هم فيه. بيروح الراجل ده لتلاجة كبيره وبيكون فيها اجسام بنات مقطوعه. بيقول انه عايز ياكل لحمه تكون طازه، يفتكر انه عنده بنت لسه ما قتلهاش. بيشغل اغاني بصوت عالي وبيجهز البنت علشان يقطعها وياكلها. فجاه بيلاقي ان الاغاني اللي مشغلها وقفت، فبيسيب البنت وبيروح تاني للاغاني علشان يشغلها. ولما بيرجع بيلاقي ان البنت اختفت. قبل ما بيجري وراها بيلاقي سوهيون واللي بيكون وصل في الوقت ده وهو اللي هربها، وبيفضل يضرب فيه لحد ما المجرم جيو بيسمع صوت في البيت وبيعرف ان ده سوهيون وانه موجود علشان يموته. سوهيون بيكسر ايد الراجل وبيضرب ايده التانية بالمفك، بيكتفه وبيقول له انه هيعمل فيه زي ما بيعمل في البنات وهيقطع له ايده ورجله. قبل ما يعملها بيجيله جيو وبيضربه بالبندقية، وبيقدر سوهيون يهرب منهم بصعوبة وبيخرج بره البيت وبيدخل تاني من الباب الخلفي. بيلاقي شنطة فيها علبة دبابيس وعصاية وبياخدهم. بيطلع على السلم وبيفضل مستني جيو يطلع له علشان يموته، لحد ما بيلاقي ان صاحب جيو هو اللي طلع له وبيضربه على راسه بالعصاية لحد ما بيغمى عليه. بعدها بيشوف جيو وهو طالع على السلم، فبيرمي الدبابيس اللي معاه في الارض علشان لما يدوس عليها تدخل في رجله ما يعرفش يضربه بالبندقية. فبيقع جيو في الارض وبيفضل سويون يضربه بالعصاية لحد ما بيبلغ عنهم الشرطة وبينقلوهم للمستشفى وبيعرفوا كل الجرائم اللي ارتكبوها. بيقولوا له انهم هيدخلوا للسجن اول ما يتعالجوا، بس سويون بيقولوا انه لسه ما اخدش حقه من المجرم جيو وعلشان كده بيقرر يهربه. وبيفوق جيو وبيلاقي نفسه مرمي في نفق وبيعرف انه سويون لسه عايز يعذبه. بيعرف كمان انه سمعه عن طريق الكبسولة اللي هو بلعها، فبيقول له انه مستمتع جدا بلعبة الصياد والفريسة اللي هم بيلعبوها. بيقول له انه هيجدد شوية في اللعبة وانه هيروح لبيت اهل مراته جويون ويموت ابوها واختها. بيقول له انه هيخليه يندم انه ما قتلهوش. بيجري سويون علشان ينقذ اهل مراته واللي بيكونوا في مكان بعيد عنه. والمجرم جيو بيقول له انه مراته كانت بتتحايل عليه علشان يسيبها عايشة، وده لانها كانت حامل، كانت مستنية تروح للبيت علشان تعرفه بالخبر ده. وبيروح المجرم جيو لصيدلية وبياخد ملين علشان يعمل حمام ويطلع الكبسولة اللي بلعها. بيرمي الكبسولة علشان سويون ما يعرفش مكانه تاني. وجيو بيتصل بالشرطة وبيقول لهم انه قرر يسلم نفسه، وبيقول لهم على المكان اللي هو هيسلم نفسه فيه. وبيفضل سويون يتصل بحماه علشان يحذره، واللي ما بيردش على تليفونه وبيروح يفتح الباب لساعي البريد اللي في الحقيقة بيكون المجرم جيو، واللي بيفضل يضرب فيه لحد ما بيموته وبعدها بيخطف بنته. وبيوصل سوهيون للبيت وبيلاقي جثة حماه موجودة، وبيقول انه يا ريته كان قتل المجرم جيو او سلمه للشرطة. بعدها بيلاقي ان المجرم جيو بيتصل بيه وبيقول له على مكان اخت مراته، وبيقول له انه حب يلعب مع الشخص الغلط لانه في النهاية هو اللي انتصر. وبيروح سوهيون للمكان وبيلاقي ان اخت مراته ماتت، فبيقرر ينتقم منه تاني قبل ما يسلم نفسه للشرطة. وبيروح المجرم جيو للشرطة وبيسلم نفسه في الشارع زي ما هو قال لهم. وقبل ما الشرطة تمسكه بيجي سوهيون وبيدخله في العربية وبيهرب بيه وبيوديه البيت وبيكتفه وبيحط رقبته تحت المقطع. والمجرم جيو بيقول له يقتله ويخلص من كل ده. بيفضل سوهيون يعذبه وبيدخل المفك في خده، بيقول له انه هيخليه يندم على كل جرائم القتل اللي ارتكبها. في النهاية بيلاقي ان جيو مش ندمان على اي حاجة عملها، وبيقول له انه عمره ما حس انه خايف من حد وعمره ما حس بالألم، ان كل اللي هو بيعمله ده مش هيأثر فيه، خصوصا انه خلاص قتله ابنه ومراته وكمان اهل مراته. فبيقرر سوهيون انه يسيبه ويمشي، بس بيكون ربط المقطع بحبل وحطه في الباب وخليه مسك طرف الحبل بسنانه. واول ما بيخرج من البيت بيوصل ابو جيو وامه علشان يطمنوا
بيطمنوا عليه، وبيفضل يقول لهم محدش يفتح الباب والا هو هيموت، لحد ما في النهاية سنانه بتتكسر والحبل بيفلت ورقبته بتتقطع. واول ما سو يون بيتأكد انه مات بيبلغ